السلام عليكم أحبابي، الله يسعد أوقاتكم إن شاء الله بخير وبركة، يسعد أيامكم إن شاء الله، ربي يحفظكم ويكرمكم إن شاء الله. اليوم عنا أكلة كفتة باللبن مع الأرز بشعرية، أكلة كتير طيبة. إخواننا الحبايب بسموها أرمان. ويلا بالمقادير ونشوف كيف بدنا نعملها. طبعا بدنا تقريبا نص كيلو لحمة حسب انتو المطلوب. بنحط عليه توم، معلقة صغيرة بذر كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسود. وبنحط عليه طبعا البصل مبروش، ونحط عليه معلقتين زيت، وبنفركهم هيك مثل ما انتم شايفين. بنجيب زبدية فيها شوية مي مشان ما يلزق على ايدينا، وبنعملهم كريات مثل ما انتم شايفينهم، كريات صغار ما تكبروهم بهي الطريقة. هلا بخلصهم وكون مجهز عندي مقلاية وفيها شوية زيت. هلا هيك جهزتهم انا، شايفينهم. عندي مقلاية بحط فيها شي معلقتين 3 زيت. بحاول الزيت يكون على كبر المقلاية، وبرجع بنزل اللحمة الناعمة أو الكفتة، كريات الكفتة بنزلهم على المقلاية وبقلبهم شوي شوي على مهلي مشان ما يفرطوا. شغلة 10 دقايق، بياخدوا 10 دقايق بالضبط، ما بيطولوا معك لأنه بدهم غلي كمان باللبن. هلأ بنجيب تقريبا كيلو زبادي 1000 جرام، أو على حسب الكمية اللي انتو طالبينها. أنا حطيت تقريبا كيلو لبن الزبادي. عندي هون 4 معالق نشا، بحط عليهم ربع كاسة حليب، ربع كاسة حليب أو مي، إذا معكم حليب تحطوا مي. طبعا المي بدها تكون باردة. بحرك النشا بالمي الباردة على البارد. وهلأ طبعا بعد ما حركت اللبن مشان ما يبرغل معي بالطبخ، لازم تحركوا اللبن قبل ما تحطوا النشا، قبل ما تحطوه على النار. تحركوه منيح وبعدين بتنزلوه على النار. طبعا انا بعد ما حطيت النشا مع المي، حطيته على اللبن او على الزبادي وغليته لحتى غلي منيح. وضفت له بعد ما غلى خلص، ضفت له كاسة مي. شفتوها كاسة المي اللي هي كان فيها النشا. بعد ما يغلي بنزل عليه اللحمة وبركز ملحه. تقريبا انا اكل عندي تقريبا معلقة ملح حسب الرغبة انتو كيف ما بدكم. أكلة كتير طيبة وظريفة. بتمنى الفيديو لو عجبكم لا تنسوني من الضغط على زر الجرس والاشتراك بالقناة والإعجاب. هلا هيك الأكلة صارت عندي جاهزة. بتركها تغلي شي ربع ساعة، بين العشر دقايق وربع ساعة تغلي منيح، وبنزلها على النار بغطيها. هون عندي مقلاية صغيرة، بحط معلقة زيت، وبحط 4 فصوص توم مهروسين بقليهم، وعندي تقريبا ربع ربطة كزبرة خضراء بقليهم مع بعض. ما بدهم ملح ما بدهم شي، بقليهم تقلاية شوي. هلا بجي للرز، بدي معلقتين سمنة، معلقتين كبار او معلقة ونص حسب انتو الرغبة. وطبعا هون بدي شي نص كاسة شعيرية، بخليهم يتقلوا منيح. وانا ناقع 3 كاسات رز. طبعا الرز انا حطيت كاسة رز مصري وكاستين رز طويل، قليتهم مع بعضهم على السمنة مثل ما شفتوا، وبنزل عليهم المي وبركز ملحهم. طبعا 3 كاسات رز انا نقعتهم منيح وغسلتهم وصفيتهم من المي ونزلتهم. اكلوا مني 3 كاسات رز 4 كاسات مي. اكيد حتلاقوا المقادير بالصندوق الوصف. وهي اكلتنا صارت جاهزة. الله يسعدكم ان شاء الله ويكرمكم، وبتمنى لكم السعادة والفرح وايام سعيدة ان شاء الله انتم واحبابكم واصدقائكم ان شاء الله. وهي اكلتنا
وبتمنى الفيديو لو عجبكم لا تنسوني من الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس والإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأصحاب، والله يكرمكم إن شاء الله. وهلا بخليكم مع الفيديو وتكملوه مع بعض، وربي يحفظكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.